بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ صباح الفل عليكم. فراخنا هيت اول يوم ليهم في ال23 يوم. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتحلو وبتتحسن. اليوم في الارض بيفرق، اليوم في الارض بيفرق، اليوم مع العلف اللي هو الخشن بيفرق. ظبطي دنيتك، ظبطي طيورك، وسعي على فراخك كده، هتبصي تلاقيهم يومهم بقى يعني اليوم بيومين معاكي وبتلاتة كمان. طول ما انت مظبطه دنيتك مع الفراخ، فراخك هتبقى زي العسل معاكي. طيب، كانت جات لي بس شويه اسئله هرد عليها الاول، وبعد كده هقول لكم انا هعمل ايه للفراخ دي النهارده، وانا لاحظت عليهم ايه علشان ان احنا نكونوا ايه ظبطنا الدنيا عندهم. اول حاجه كان جالي سؤال، ازاي بتستقبلي الكتاكيت وازاي بتتعاملي معاهم. هقولك على حاجه، الكتاكيت انت بتستقبليهم الاول بميه بسكر، بتكوني مظبطه المكان، بتكوني ان انت حطاهم في حته دفا. ماشي يا حبايبي؟ المهم تكوني انت مظبطه دنيتك، مظبطه مكانك، مقفله الحته اللي انت هتحطيهم فيهم الاول، هتعملهم زي حضانه الاول كده اول 4-5 ايام، وتشوفي الدنيا معاهم ايه. بردانين بتزودي الاضاءه، بتحطي 40 واط. متفردين معاكي في المكان، خلي لمبه موفره. انا هشرح لك الكلام ده عند الكتاكيت الجميزي، هعمل فيديو برضو النهارده باذن الله، وهقول لك هوريكي بالظبط هتعملي ايه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزاكي تزعلي ولا حاجه ان انا ما قلتش او كده. انا عامله فيديوهات كتيره قوي قوي، يعني قوي في القناه. لو انتي بس دخلتي على الفيديوهات ازاي استقبل، تمام يا حبايبي؟ فبقولك لو انتي دخلتي عندي في القناه هتشوفي فيديوهات كتيره قوي انا عاملاها لاستقبال الكتاكيت من عمر يوم لحد الذبح. كل دوره بجيبها بعمل معاكم فيديو اقول لكم انا هعمل ايه بالظبط معاهم من اول يوم لاخر يوم. حتى لو مش هعمل معاهم خلطة، بصور كل يوم معاكم علشان انتوا تشوفوا ان الفرخ ازاي مراحل بيتغير ازاي معاكي. كل يوم بيبقى بشكل، يعني كل يوم الفرخ بيبقى بشكل. طب كان جالي سؤال تاني، واحدة حبيبتي عايزة تحط فراخها في منور وكده ومظبطة الدنيا، تقفل الشباك ولا تفتحه ولا تعمل ايه؟ بصي، الارض عندك سيراميك، لازم تفرشي حاجه علشان السيراميك ممكن يجيب كساح للفراخ. يعني ممكن الفرخ وهو ماشي على السيراميك كده مش هيعرف يمشي عليه، فبالتالي هيجيله الكساح. فانتي لازم تفرشي حاجه على الارض كده. حتى لو مش سيراميك صدقيني الفرشه في الارض دي، انا ما كنتش بفرش الاول وهم كبار كده، بس ريحتني جامد. ليه بقى؟ انا لما طلعت العصر لقيت الجزء ده يا حبايبي، بصوا شايفين الجزء ده هو كله متوسع. قمت انا عامله شايله الشكاره دي وشايله الشكاره دي وفرشه شكاره نظيفه اهي، وحطيت ورمت حاطه مكان الحته اللي اتوسخت عندي، حطيت شويه قش نظيف. شايفين يا حبايبي الحمام بتاعهم، سوري يعني واسفه على المنظر، اهوت متماسك كويس. انت تبداي تقلقي من الحمام السايب ده، من لون الحمام الغريب، من ان الحمام معاكي مش تمام، ده انت تبداي تقلقي معاه. لقيتيه معاكي بالمنظر المتماسك وكويس كده، خلاص تمام. عشان كده بقولك لو فرشتي حتت شكاره كده زي ما انا عامله، والحته اللي تلاقيها ما هيش نضيفه تشيليها اول بباول وترشي الجير الاساسي معانا، الدنيا هتبقى معاكي زي الفل. يعني انا امبارح شلت الجزء ده كله كده من عندهم وفرشت لهم حاجه نضيفه خالص. تمام. المهم يعني النظافة النظافة النظافة. طيب الشباك بقى انا عامله فيه هما طبعا صغيرين، مش هينفع ان احنا نفتح عليهم اي شباك وهم صغيرين نهائي. انتي تعملي لهم زي حضانه كده. انت حتى لو عندك الاوضه كبيره، اعملي مثلا في ركنه كده اهوت، اركنيهم لوحدهم في جنب كده اهوت، وحوطي عليهم في الاول اول بس اسبوع ولا حاجه. ما تخليش المكان واسع عندهم قوي، خليهم بس يعرفوا يتحركوا يروحوا ويجوا، الشباك هيتقفل خالص. طيب بعد كده بقى بالتدريج ابدا افتح واحده بواحده، اوسع واحده واحده، تمام، لحد ما اوسع عليهم خالص. طبعا المراحل دي انا وريتها لكم يا حبايبي وعشناها طبعا مع فيديوهات كتير. طيب شوفوا بقى الشباك، عشان هي قالت لي بيصوري لي الشباك بتاعي يعني. شوفي بصي انا عامله على الشباك. انا حاطه كيسه، حطي انت بقى اي حاجه عندك. حاطه كيسه كبيره كده، شايفين الهواء بيضرب في الكيسه ازاي. المهم انا مش عايزه هواء مباشر عليهم، وفاتحه الجزء ده،
فاتحه الجزء ده اللي فوق ده، فاتحاه وسكه الجزء من تحت. انتي بقى ممكن الجزء اللي عندك اللي هو ده هوت هتسكيه كده اهو، وهتسيبي الحته اللي فوق ديت كده كده ما هيش مباشره عليهم عادي. طيب عندي ايه تاني؟ عندي شباك تاني اهو، بسم الله. عندي شباك تاني اهو، بس الشباك التاني ده سلكه مع سلكه، انتوا فاهمين يعني، طبقتين او طبقتين سلك فوق بعض، فمش بيدخل هوا كتير. غير كده كده هو مش بحري، يعني هو مش ضارب عليهم، هو مش ضارب عليهم. ثواني ادخل بس الفرخه اللي طلعت دي. تمام. فانتي التهويه وتظبيط المكان ده انت تظبطيه. حطيتي لمبه 40 واط ولقيتيهم حرانين وبينهجوا، شيليها وحطي موفره. حطيتي اللمبه الموفره ولقيتيهم متفردين معاكي، تمام. بصي كل واحده بتحسي بفراخها. قبل ما اسك الفيديو معاكي برضو هبقى اوريكي انا بسك الباب ازاي وبسيبهم طول النهار وبقفل امتى، عشان ايه تبقي انت شايفه الدنيا قدامك ايه مظبوط. تعالوا بس نخش بسرعه كده في وصفه النهارده، واقول لكم انا لاحظت على فراخي ايه. امبارح كده العصر وانا بنضف حسيت ان الحمام برضو سايب شويه، بس مش كلهم يعني، شايفين في متماسك اهو، في واحده كده بتعمل حمام سايب شويه. طيب ممكن اعمل ايه انا بقى للاسهالات والكلام ده اهو؟ حابه ان انا عندي انتينال احط غطا على رتل ميه على ربع معلقه نشا، بس انا مش عندي الحاله جامده قوي، يعني فاهمين ازاي؟ يعني الحاله متظبطه ماشي حالها، بس الحمام ممكن يكون ايه سايب حاجات بسيطه. هتعامل معاه ازاي؟ هتعامل بالشاي. الشاي يا حبايبي، الشاي بصوا انا عملت اهوت، عملت كوبايه شاي تقيله كده اهوت محترمه، تمام. زي ما بيقولوا كده كوبايه شاي حبر كده تقيله اهيت. ومعايا ليمونه. هعمل ايه؟ هبدا هحطهم في السقايه كده اهوت. بس قبل ما اعمل الميه تعالوا نعمل لهم الاكل بس عشان هم جعانين. طيب الاكل اهوت يا حبايبي. بدات بقى ان انا احط خشنه، بس ما حطيتش ناعم ولا اي حاجه في اي حاجه. امبارح حطيت لهم خشنه. اشتريت امبارح شكاره علف 23% الوادي، عامله 160 بالظبط، 160 بالظبط. كل بلد بيفرق السعر شويه، يعني ممكن تزيد 3 جنيه 5 جنيه على حسب البلد اللي انت فيها، تمام. طبعا الشكاره كده هتوفر معاكي كتير وهيبقى احسن وهتسحبي منها. اتاكدي طبعا من تاريخ الصلاحيه بتاعت الشكاره، تمام. اهوت يا حبايبي العلف اهوت عامله ايه. بصوا بقى انا عامله بصل اهوت، بس شويه بصل محترمين يعني، ليه؟ عشان هلف على الطيور كلها اهو، تمام. هبدا ان انا اخد شويه كده اهو وهدخلها في الايه، وهدخلهم كده مع الايه، مع العلف. مش هحط كتير يعني، فاهمه اهو. وبعد كده هبدا بقى ان انا ايه احط في الجوانب كده زي ما بعمل معاكم يعني. بس قبل ما احط في الجوانب هحط لهم ايه تاني. بصوا يا حبايب قلبي معايا ايه، معايا كزبره، معايا كمون، ومعايا كزبره. الكمون والكزبره فوائده خطيره خطيره خطيره. الناس اللي بتشتكي ان عندهم برد الكلام ده، انا هقول لكم برضو سريعه كده فوائد الكمون والكزبره. بس انا هحط معلقه كمون ومعلقه كزبره مطحونين اهمت على الايه، على كيلو العلف تحطي معاه معلقه صغيره اهو. هدخل كده عادي مفيش مشكله اهوت. هبدا ان انا اضيف بس معلقه من دي ومعلقه من دي الاول اهوت يا حبايبي. بصوا حطيت معلقه كمون ومعلقه ايه كزبره مطحونين. ابدا بقى ان انا ادخل ده في ده اهو. حتى ريحه الاكل بتبقى الصراحه بتبقى جميله، بتفتح نفسهم على الاكل، بيبداوا ياكلوا وبيبداوا ان هم يتعاملوا. شايفين؟ بصوا شايفين البصل بيتعاركوا عليه ازاي؟ طبعا البصل مفيد قوي، كلمتك قبل كده برضو في حلقات كتيره يا حبيبه قلبي. لو انت حابه ان انت تعملي طبق كده اهو، طبق لوحده بصل، وان هم ياكلوا زي ما انت شايفه كده، طبعا ده يبقى حلو قوي للناس اللي بتشتكي من البرد الجامد، الناس اللي بتشتكي ان الفراخ عندها برد كتير. اعملي كده، حط لهم شويه طبق كده اهوت على جنب، يلقطوا فيه الاول كده يبقى على معده فاضيه، وبعد كده ابداي انزلي بالاكل. هنزل بقى بالاكل كده في العلافه اهوت يا حبايبي. بصوا اهو، معلش بقى انا اسفه مضطره اخد الاكل ده من قدامكم اهو. بصوا الاكل اهو، هرشرش بقى كده اهوت في الجوانب ان هم بصوا يلقطوا الاول الايه العلف معايا اهو. انا عايزاهم ياكلوا قصدي البصل معايا، انا عايزاهم وجبه بصل كده اهوت محترمه اهو. هم هيلقطوها الايه الاول. طيب البصل ده انا ضاربه معاه فصين توم، وحاطه معاه معلقه خل،
تمام. فانا كده ايه مظبطه الدنيا عندهم من ايه البصل الثوم والخل والكلام ده اهو. طيب في السقايه بقى هعمل ايه؟ بصوا يا حبايبي، شايفين البط بره؟ طلعته بره كده يتمشى على السطح اهو. شايفين هو خد له شاور كده وهو تبصوا شايفين بسم الله ما شاء الله زي العسل. البط حلو قوي يا حبايبي اهو، مش شاغله بالي بيه، الميه والاكل قدامه طول النهار وهو مع نفسه كده. طيب بصوا يا حبايبي بقى الميه هاخد شويه كده اهو، هاخد شويه تقال كده تمام، زي ربع كوبايه شاي كده اهو، تقيله ولا حاجه. الشاي بالليمون ده للناس اللي عندها برد، للناس اللي عندها اسهال، حلو قوي الشاي بالليمون اهو. تمام. هبدأ بقى ان انا اكمل السقايه ميه، وهحط لهم فيها ميه يشربوا منها طول النهار. طيب الاسهال لسه موجود، هعمل تاني يوم. الاسهال لسه موجود، هعمل بقى هاجي تالت يوم اعمل ايه؟ انتينال، فيلاجين، اي مطهر ليهم. المهم ان انا اظبط الدنيا. طيب الاسهال ما بيروحش، اشوف سببه ايه، اشوف الارض ايه، اشوف التهوية عندهم ايه، اشوف الاكل ايه. الكلام ده احنا اتكلمنا فيه حبايبي كتير، ما جابش نتيجة خالص، هنجيب علاج بيطري اليوم. بصوا حبايبي عشان ما اطولش بس معاكم في الفيديو اهوت. يبقى انا النهارده عملت شاي بليمون، عملت لهم شاي تقيل بالليمون. هزود السقايه، حطيت بصل وتوم وكزبره وكمون على الاكل النهارده عشان فيديو بس وقت الفيديو ما يطولش عليكم. بكره هقول لكم فوائد الكزبره والكمون والخل والحاجات دي كلها. دي كانت حلقه النهارده حبايبي. على فكره وصفه الطحينه والعسل حلوه قوي، لو عايزه تعمليها اعمليها مرتين في الاسبوع. انا ما احكمش عليها من دلوقتي، ليه؟ لاني انا عملتها يوم واحد بس. انا احكم عليها لما اعملها مثلا ايه مرتين في الاسبوع، لما تبقى وصفه معايا اساسيه طول الدوره. تمام. انا عملتها معاكم مره واحده بس، هنكررها تاني مع بعض ونعملها باذن الله بس شويه كده، واقول لكم بقى ايه الدنيا ايه باذن الله. بس هي حلوه ما فيهاش ضرر، العسل الاسمر ما بيجيبش اي اسهال. استنوني بكره بقى باذن الله هنشوف هنعمل ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.